السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم بهذا الفيديو باش نشارك معكم واحد الخبر. سليمان الريسوني يكتب: عبد اللطيف الحموشي يهاجم فؤاد علي الهمة، أو بالأحرى يهاجم الجناح ديال الهمة. كيقصد هنا عبد الوافي الفتيت وفاطمة المنصوري، فاطمة الزهراء المنصوري، وكذلك ناس آخرين كالصديق ديال إلياس، الصديق ديال الهمة اللي هو إلياس العماري، اللي ربما هناك شي طبخة باش يرجعوا بشي حزب جديد. ويضيف سليمان الريسوني على أن مواقع تابعة لدوائر الاستخبارات، خاصة الجهاز ديال التيستي اللي ربما كيتحكم تقريبا في 99% في الإعلام ديال، ولا أكثر من 90% في الإعلام ديال المخزن، يقول على أن برلمانكم وكذلك بدرية عطا الله المولة البرنامج ديالها زوينة، كذلك هاد الفقمة كما سماها ولا كما كيسميها علي المراود ميشلان، تهاجم وزير الداخلية وتهاجم كذلك الجناح ديال الهمة. السؤال المطروح بطبيعة الحال: اش وقع؟ الكل كيعرف إلى الأمس القريب بأن الهمة هو مول الشي، هو اللي كيسوق. واش هذا انقلاب باش على الهمة؟ وشنو وقع لداخل؟ من خلال القراءة ديالي لهذا الفيديو اللي نشرو، هذه التدوينة اللي نشرها سليمان الريسوني، وكذلك بعض الإخوان ديالنا كذلك اللي تفاعلوا مع التدوينة إيجابيا، على أن أساس أن ربما وصل مرحلة الصراع إلى السرعة الأخيرة ولا السرعة القصوى، لأن كل شيء ما يمكنش نقراوه التدوينة بدون ما نرجعوا للفيديو، التصاريح الأخيرة ديال الأمير هشام العلوي للصحيفة الإسبانية، اللي قال فيه أن المخابرات المغربية، كيقصد هنا عبد اللطيف الحموشي، أنها ما بقاتش فقط أنها كتهاجم النشطاء وتشوههم وتلفق لهم التهم وتقتل الرمزية ديالهم، بل أكثر تعدت اليوم أنها تقرب من دائرة النفوذ أو من الأصدقاء والأقارب ديال محمد السادس، بل حتى محمد السادس، بل حتى ابنه لم يسلم من هذه المخابرات الخبيثة. إذا شنو وقع؟ واش بصح كاين شي يدخل هذا في الصراع ديال الأجنحة اللي كاين؟ واش الحموشي يرد على الهمة؟ وانا غنذكركم هذه ما شار ليهاش سليمان الريسوني على ان الالتقاء ديال فؤاد علي الهمة بجيراندو، وفي واحد الكلمة قالها له وهي خطيرة جدا، وربما هي اللي استوعب، وانا كنت وجهت واحد الفيديو قبل للحموشي، هي اللي استوعب الكوميسير عبد اللطيف اللي قال ليه الهمة الهشام جيراندو صاحب موقع ديال التحدي، قال ليه طحن كل شيء، علما انه قالها ليه في الفترة اللي كان كيطحن فيه عبد اللطيف الحموشي، لان قبل كما كنتو كتعرفوا فجيراندو كان مختص في لاجيت، كان كيهاجم محمد ياسين المنصوري وكيعريه، لكن الى وقت قريب ما كانش كيهاجم نهائيا عبد اللطيف الحموشي. لكن فاش بدا كيهاجمو ويطلع الوسخ ديالو للعلن باش يعرفوه الناس، بناء على داكشي اللي كيوصلو امام المهدي الحجاوي غالبا، الهمة تحرك، والحموشي كان ينتظر انه غيدافع عليه وغيقول ليه خطيك من السيد هذاك راه ديالي، بيدق ديالي، ولا راه خدام معايا، ولا المهم. لكن ربما هاد الجملة اثارت حفيظة ديال عبد اللطيف الحموشي، وبينات بان المخزن راه ما كيعقل حتى على شي واحد، وان المصير ديالو لن يختلف عن مصير ادريس البصري. المهم بقاو معنا باش نكملوا في الفيديو. فبالطبع هاد القراءة اللي كاينه دابا، كاين قراءات اخرى تتحدث على ان ربما الكل اليوم كيخدم من اجل هاد التوترات كامله، ما هي الا واحد الجراحه، يعني واحد العمليه جراحيه قاسيه جدا اللي ضروري يمر منها المخزن، باش هاد الاهتزازات كلها ضروري يمر منها المخزن باش يضمن الانتقال للحكم الحسن الثالث.
ضروري خاص هذوك الناس اللي كانوا قريبين من محمد السادس، الوسطاء، التقليديين، الناس اللي كان كيقوموا بالأعمال القادرة، الناس اللي دخلوا في عدة قطاعات وكان عندهم نفوذ، غيحاولوا يقلصوا منهم هذا النفوذ بطبيعة الحال. والحسن الثالث غيجيب واحد الجروب ديالو اخر اللي غيشتغل معاه، علما ان شفنا شي بيادق دابا اللي معروفين كالمهداوي كيهضروا على الحسن الثالث انه كيامر وزير الصحه كيعطيه التعليمات باش يتحرك والسالمه كذلك تزور مستشفى بمدينة فاس، وهنا كيتبين على أن هذه التحركات ماشي عادية، وعلى أن هناك تمهيد فعلا، ولاو دابا فهموا على أن خاص ضروري من التحرك ديال الحسن الثالث، خاص يبينوه في الواجهة باش يدوزوا ليه الحكم. كذلك من القراءات اللي كاينه بان هذه الاهتزازات كلها لها سبب واحد، هو ان كثره الأيادي الخارجية، الإمارات على الخط، الموساد على الخط، يعني كنهضر على بانيسوس، وكذلك فرنسا على الخط. كل هاد الحروب التصارعات والتطحنات اللي كاينه عاديه جدا، من حيث ان كل واحد باغي يضمن المصالح ديالو داخل المغرب. وبالتالي كنشوف بان الجناح ديال الحسن الثالث هو اللي ربما غيمشي للحكم، وربما هو اللي غيسيطر على كل شيء، علما ما كنهضروش هنا على محمد ياسين المنصوري اللي تم سحب البساط منه نهائيا وما بقاش كيبان. وكيهضروا كذلك على ان القصر ربما كيشكل حزب اخر، يعني موازي او انه مرادف للحزب ديال الاصاله والمعاصره، واللي كيشكل من الياس العماري، بن شماس وشي ناس اخرين. وهنا كنهضروا على الناس ديال المخدرات، وهنا كنهضروا على اساس على ان باش يعرفوا الناس شكون كيتحكم في المصير ديالهم. اذا الخلاصه ديال هذا الشيء كله، ديال هذه الصراعات، ربما وهاد الاهتزازات غير باش يدوز الحكم بسلام، لان لاول مره يعرف المغرب هذا النوع من الصراع حول النفوذ والتموقع والسلطه. ولاول مره غنشوفوا واحد بحال الكوميسير عبد اللطيف الحموشي كيتمتع بهذه الهاله الاعلاميه وبهذا التلميع لواحد الدرجه ما كيتصورش. انا فين ما دخلتي الحموشي الحموشي الحموشي، في حين تم اقصاء جميع المؤسسات الاخرى، وكأن الحموشي هو اللي خدام، وكانه هو اللي كيدير الخدمه ديال لاجيت ديال المؤسسات الاخرى، كيدير الخدمه ديال كلشي. لان ما بقيناش كنشوفوا الحموشي انه خدام حتى لداخل، ولينا كيسوقوا لنا واحد الصوره عليه على انه حتى هو كي يعني يدعم او انه كيتدخل حتى في الدول الاخرى، يستافدوا من التجربه الامنيه ديالو، خاصه في التفكيك ديال الخلايا، وخاصه في الامن فيما يتعلق بالامن. لكن كل شيء هذا الشيء الواقع كيعريه. الكريساج باقي مستمر، الاقراص المهلوسه، الكوكايين كتباع بالعلالي، السجون عامره، الناس كيخافوا توصل عليك شويه ديال الظلام ما تقدرش تخرج. اذا حنا كنشوفوا هذا الفشل كله، ولكن كيفاش كيتلمع اليوم الحموشي للمتابعين اللي كيبين بان هذا السيد ربما غادي ينتحر. وكخلاصه بالنسبه للراي ديالي انا اللي غنعطي هذا الشيء، بعض القراءات اللي تم الاستخلاص ديالها من الواقع، ومن هذاك الشيء الاحداث التي تصول وتجول، واللي كنشوفوها في مجموعه من الممارسات والسلوكات، وكذلك مجموعه من الخرجات لبعض الاعلاميين وبعض الاحرار. لكن الخلاصه ديالي انا كنشوف بان هذا الشيء يندير على نهايه ديال هذا النظام. هذا النظام اللي شاف ما بقاش يقدر يعطي، هذا النظام اللي ما بقاش يقدر يعطي حلول كذلك للشعب، ولا هذا النظام كيشوف المقاربه الامنيه 3 سنين لسعيد العالمي، 5 سنين لمول القرطاسه. هنا كيبين بان يعني ما بقى والو، هذا النظام يتيح كله. وربما كيستثمروا، مشاو حتى انهم يستثمروا يخرجوا الناس للشارع، وكاين جهات ربما تدعو الى المحاربه ديال ما يسمى
الفساد داخل الصحة والتعليم، لكن إحنا عارفين بأن الفساد جاي من القصر من الفوق، ما جايش من قطاع الصحة ولا من قطاع ديال التعليم، حيت إلا تصلح الراس الفوق غيتصلح كل شيء. المهم ما تنساش أنك تنشر معك هذا الفيديو، والتحية نضالية والحرية للمختطفين، ودائما عاش الشعب ولا عاش من خانه.